أهلا بكم يا أصدقائي مع صديقنا وألطف من لعب الشطرنج بطل العالم جراند ماستر مايكل تيل، الملقب بالساحر القادم من ريجا. فرغم رقته ولطفه إلا إنه بشع وجبار في التكتيك، والدور الذي سأعرضه مع السويسري ديتر كيلر حاولت أن أضع هذا الدور، ولكني أحجمت أكثر من مرة، لأن هذا الدور مليء بالتكتيك، ولكنه تكتيك معقد. فكل نقلة ولا أبالغ لها أكثر من 5 تفريعات. ولكن جاءتني رسالة الأسبوع الماضي من علي سلمان يريد شرح دور تال ضد كيلر في بطولة زيورخ 59، ولذلك عزمت أن أضع هذا الدور الذي يتسع لأكثر من 5 فيديو على هيئة فيديو واحد مع اختصار الكثير من التفريعات. وديتر كيلر لاعب هاوي، فاز ببطولة سويسرا 4 مرات، ولكنه تكتيكي شرس، فيكفي أنه فاز على بنت لارسن وأفويم جيلر، وأيضا في هذه المسابقة فاز على بوبي فيشر، مما أعطى هدية لتال الذي فاز بهذه البطولة، بينما تقهر فيشر إلى المركز الثاني. وكانت هذه البطولة هو أول تعارف بين تال والفتى ذو 16 ربيعا المبدع بوبي فيشر، ومن هذا اليوم أصبحا صديقين، وربما هو صديقه الوحيد، بل ذهب إلى روسيا فورا عندما علم بمرض تال. أما تال فهو صاحب النظرية المعروفة: اذهب بخصمك إلى غابة مظلمة حيث 2 زائد 2 تساوي 5، ولكن احرص على أن يكون الممر إلى خارج الغابة لا يتسع لغيره. ولذلك صوروه في الكرتون كالساحر الذي يخرج الأرنب من القبعة، وهو يعترف بذلك فيقول: هناك نوعين من التضحيات، الصحيحة وتضحياتي. ولذلك قال بوتفينيك: إذا ضحى تال بقطعة فاقبلها فورا. بينما سرق بطل العالم سيمسلوف: انقذوا الشطرنج من هذا المحتال. والآن هيا سريعا إلى الدور الذي سترى فيه الأعاجيب، فكم من أفخاخ نصبت وكم وقع فيها تال أو خصمه، وكيف نفذ تال في النهاية. هيا نرى الساحر القادم من ريجا ونستمتع بتكتيكه الرائع. تال بالأبيض، وبدأ نايت F3 افتتاح ريتي، ورد كيلر نايت F6 C4 الافتتاح الإنجليزي، E6 نايت C3 D5 D4. وصلنا لجنبية الوزير المرفوض C6 تفريع النصف سلافي، بيشوب G5 بيربط الحصان وطالب يلعب E4، ولذلك أخذ على C4. وبعد E4 طالب البيدق، الأسود بيحميه، وده بيسمى نظام بوتفينيك. A4 طالب بيدق الB5 مع الحصان، وهنا في أكتر من نقلة للأسود، منهم الB4 ويطرد الحصان، أو البيشوب B5 ويربط الحصان ويخرجوا من المعادلة، أو ربما البيشوب B7، لكن فضل كوين B6 بيحمي البيدق بالوزير. وهنا تال أخذ الحصان، وبعد الأخذ تم تدمير هيكل جناح الملك، ولا يستطيع التبييت في هذا الجناح. بيشوب E2 بيكمل في التعبئة وطالب التبييت، والأسود له أكتر من نقلة، إما النايت D6 أو البيشوب B7، ولكن فضل A6 كسل، طالب يلعب الD5 ويهاجم في الوسط. وهنا في تفريع جميل بروك A7 على أساس الD5 هتكون نقلة سيئة، لأنه هيلعب روك D7 ويربط البيدق على الوزير، لكن فضل البيشوب B7 ولها نفس المهمة، تضغط على المربع D5، لكن تال لا يهمه وكمل D5 وبيضحي بيدق آخر. والأسود قبل الهدية
وبعد الأخذ هنا الأسود عليه الحذر، فلو لعب النقلة المنطقية بيشوب C5 الأبيض هياخد على البي 5، وبعد الأخذ هيتم تكسير الرخين، وهنا هيلعب النقلة الرائعة بيشوب C4 ويسترد البيدق، والأسود لو أخد هيلعب كوين A4 تشيك ويسترجع الفيل، والأبيض أفضل بالتأكيد. على أي حال الأسود فضل البي 4 طالب الحصان، لكن النقلة دي ضعيفة، وهنا تال بيختار بين الأخذ على الإي 6 وتضحية الحصان، لأنه لو أخده هتكون نقلة سيئة، فهياخد على الإف 7 بتشيك، وبعد الأخذ هياخد بيدا السي بتشيك وكينج جي 7، وهنا هيلعب نايت اتش 4، والأسود لابد أن يتراجع بالفيل لمنع الحصان، وهنا هياخد على السي 3 والروك بي 1. الأبيض أفضل، لأنه لو تجاهل التهديد وأخد بي 2 هيخسر فورا بنايت اف 5 تشيك، والملك ليس لديه غير الجي 6، وهنا كوين جي 4 تشيك ميت. على أي حال تل ما أخدش على الإي 6، إنما لعب نقلة أخرى A5 طالب الوزير، والوزير ذهب للسي 7، وهنا تال أخد على الإي 6، ورغم إن تال معجب بهذه النقلة إلا إن الكمبيوتر لم تعجبه، ورشح بدلا منها النقلة الرائعة نايت A5 طالب النايت بي 3، ويتوغل في معسكر الأسود طالب الرخ. مثلا لو أخد البيدق هيكمل بنايت بي 3 طالب الرخ، وبعد روك A7 هياخد البيدق طالب الوزير، وطالب بيدق الإف 6 بتشيك، وهنا الأسود لو لعب كوين سي 6 طالب الحصان وبيحمي البيدق، الأبيض هيلعب ببساطة روك E1 والرخ على نفس عمود الملك، والأسود لا يستطيع أخذ الحصان، وإلا هيخسر فورا بأخذ بيدق السي 4 طالب الوزير وبيكشف كش، والأبيض هيفوز. بينما لو ما لعبش الكوين سي 6 وأخد الحصان هياخد بالوزير طالب بيدق السي 4، وأفضل نقلة هي السي 3 والأبيض بياخد، وبعد الأخذ هيلعب روك E1 والرخ على نفس عمود الملك، وبيهدد بالكش المزدوجة من البي 5، والملك ليس له أي حركة، ولذلك نقلة الكمبيوتر نقلة جيدة، ولكن تال فضل نقلته بأخذ بيدق الإي 6 على أساس إن الأسود لا يستطيع الأخذ، وإلا نايت E4، وإذا الأسود أخذ الحصان هياخد البيدق طالب الوزير، والنقلة الوحيدة هي كوين دي 7 طالب التكسير وطالب الحصان، لكن الأبيض هيفوز ببيشوب H5 تشيك كينج E7، وهنا كوين G4 هتفوز فورا بالتهديد روك D1 أو روك E1، والملك هيتلقى المال. على أي حال الأسود ما أخدش البيدق، إنما أخد الحصان وأصبح متفوق بقطعة، بل وبيهدد بالأخذ على البي 2 طالب الرخ، لكن تال لا يهتم وكمل نايت دي 4، وبيفتح الوتر للفيل للذهاب للاتش 5 طالب بيدق الاف 7 وياخده ويفوز، ولكن الأسود رد عليه برد مقنع بروك جي 8 طالب مع الفيل بيدق الجي 2، وهنا الأبيض لا يستطيع لعب النقلة الطموحة بأخذ بيدق الاف 7 بتشيك، لأنه هياخد بالملك، وبعد البيشوب اتش 5 تشيك هيغطي بالرخ، والملك في أمان، والأسود متفوق بقطعة. ولكن تال ما لعبش هذه النقلة الطموحة، إنما لعب في براءة كوين A4 تشيك، ودي نقلة في منتهى القوة، فالأسود في حيرة، فلو غطى بالحصان هيخسر فورا بأخذ بيدق الاف 7 بتشيك، والوزير لا يستطيع الأخذ وإلا هيفوز بالحصان، وأيضا الملك لا يستطيع الأخذ،
وإلا هياخد البيدق بتشيك، والملك لا يستطيع الابتعاد وإلا هياخد الرخ، ولابد من الذهاب للجي 7، وهنا يتلقى الشوكة الملكية بنايت E6 تشيك. بينما الملك لو اتحرك إلى الإي 7 هيلعب النايت F5 تشيك، ولا يوجد غير أخذ البيدق، وهنا الجي 4 هيحمي الحصان وطالب الكش القوية بكوين E8 تشيك، وإذا الأسود منحها بالوزير هياخد الشوكة الملكية، بينما إذا منحها بالحصان هيخسر أيضا بكوين C4 تشيك ولابد من التراجع، وهنا هياخد البيدق بتشيك ويفوز بالرخ. فلا جدوى من التغطية بالفيل لأن روك دي 1 تشيك ولابد من التراجع ويفوز بالرخ. إذن تال لعب نقلة قوية والملك ذهب دي 8، ودلوقتي طالب بيدق الجي 2 والأبيض بيحميه بالجي 3، لكنه بيفتح الوتر الأبيض أمام الفيل، وهيعاني تال كما سنرى من هذا الوتر. لاحظ مرة أخرى أن الأسود لا يستطيع أخذ البيدق لأنه هياخد بالحصان بشوكة ملكية ويفوز، ولذلك لعب بيشوب دي 5 طالب البيدق. وهنا تال من المفترض أن يلعب رخ الوزير للدي 1 ويضع الرخ على عمود الملك ويفوز بسرعة، لكن للأسف لعب رخ الملك للدي 1 بنفس الفكرة، لكن هذه النقلة عطلته كثيرا وهنعلق عليها في التفريعات القادمة، لأن الأسود يستطيع الفوز بعد الأخذ على البي 2، ودلوقتي النقلة دي بتنبو على الرخ ولابد من لعب الروك بي 1، والأسود بيكمل سي 3 وبيحمي البيدق، والأسود متفوق ماديا وهيفوز. لكن على أي حال يبدو أن السويسري خاف من الرخ وتنحى بالملك للعمود سي وابتعد عن العمود، وهنا تال أخطأ مرة أخرى وأخذ بيدق السي 3 متعجل فتح العمود بي، لكن من المفترض أنه يفوز سريعا بكوين E8 تشيك، وإذا الأسود غطى بالوزير هتكون نقلة كارثية لأنه هياخد بيدق الإف 7 طالب الرخ وبيحمي الوزير، والأبيض هيفوز، ولذلك لا يستطيع التغطية بالوزير، وربما أفضل نقلة هي الذهاب بالملك للبي 7. وهنا تال يستطيع بسهولة أخذ البيدق وبيفتح العمود بتنبو على الملك وربما في طريقه للفوز. على أي حال بعد النقلة السيئة لتال مازال بيهدد بكوين E8 تشيك والملك هيتلقى المات، وإذا هرب هيتلقى الكش بالرخ ولابد من الذهاب للإي 7، وهنا يستطيع أخذ البيدق طالب الرخ، والأسود في حيرة، فلو أخذ بالفيل هيترك الوتر والفيل هيذهب للإف 3 طالب الروك بي 7 تشيك ويفوز، ولذلك لابد أن يأخذ بالوزير. وهنا تال هيفاجئوا بنقلة رائعة بيشوب سي 4 تبدو كأنها تضحية بالفيل، لكن الأسود لا يستطيع أخذه لأنه هيأخذ الضربة الموجعة درجة الصعوبة 10. تال هينهي الدور بكوين سي 6، فالأبيض بيهدد بكوين بي 6 تشيك ميت، والأسود لا يستطيع أخذ الوزير وإلا هياخد الحصان بتشيك ميت، وأيضا لا يستطيع لعب النايت دي 7 لمنع المربع لأنه هيقطع تواصل الوزير مع الجي 7 وكوين جي 7 تشيك ميت. إذن هرب الملك لا يصلح، ولذلك لعب بيشوب سي 5 بيمنع الوزير من الذهاب للإي 8 لوجود الرخ، وأيضا بيهدد بأخذ الحصان المشاغب، ولكن تال فاجئه بمصيبة أخرى بإي 7 طالب
يرقي بتشيك. وهنا الاسود لا يستطيع اخذ البيدق، مثلا لو اخد بالوزير الابيض هياخد على السي 4، ولو الاسود اخد هياخد بالوزير، وله تهديد قوي بالتراجع بالحصان طالب الفيل المربوط، والابيض ربما في طريقه للفوز لان الملك في موقف سيء للغاية. اذا البيدق ممنوع من الاخذ، ولذلك لعب نايت سي 6 وبيمنع تواصل الوزير مع مربع الترقية. وتال انتفض ببيشوب جي 4 تشيك، نقلة في منتهى القوة. بالطبع الرخ لا يستطيع اخذ الفيل وإلا الأبيض هيرقي ويفوز، ولذلك النقلة الوحيدة هي كينج بي 7، ورخ الوزير بيمنع الترقية بينما رخ الملك طالب الفيل. وهنا جاءت نقلة أخرى مجنونة لتال، درجة الصعوبة 9. تال لعب النقلة الغير معقولة نايت بي 5، بيضحي بالحصان وطالب الوزير، لكن في نفس الوقت بيكشف هجوم على الفيل الاسود، والاسود في حيرة شديدة، فهو لا يستطيع اخذ الحصان والا هياخد بالوزير بتشيك وايضا طالب الفيل، والملك لو اتحرك هياخد الفيل بتشيك طالب الفيل الاخر، وبعد مثلا كينج اي 6 هيفوز بالفيل، بل وطالب الكش القاتلة كوين بي 5 والابيض هيفوز، ولذلك لابد ان يغطي بالفيل. وهنا تال هياخد الفيل طالب الوزير ومازال طالب الفيل الاسود، وايضا بيفتح العمود بين الرخين، والاسود لو اخد الرخ هياخد اولا الوزير بتشيك ثم يأخذ الرخ ويفوز، ولذلك لابد أن يأخذ البيدق، هياخد أولا الفيل طالب الرك بي 1 ويربط الوزير، ولابد من التكسير، لكن بعد الأخذ الرخ مرة أخرى لا يستطيع أخذ الفيل وإلا هيرقي ويفوز، بينما لا يستطيع الأخذ بالحصان لأنه مربوط على الملك، والنقلة الوحيدة هي الرك E8، لكن هنا الابيض هيفوز بكوين دي 7 تشيك ويفوز بالرخ ويفوز بالدور. اذا الاسود لا يستطيع اخذ الحصان، بينما لو اخذ البيدق هياخد الفيل طالب الرك دي 7 ويفوز بالوزير، لكن هنا الاسود يستطيع اخذ الفيل لكن هيخسر بعد الرك بي 1 والرخ على نفس عمود الملك، وطالب يكشف بالحصان، ومرة أخرى لا يستطيع أخذ الحصان وإلا هياخد بتشيك، وبعد كينج اي 7 الأبيض له تكوينة رائعة درجة الصعوبة 8. تال هيكمل برك دي 7 تشيك وطالب الوزير، ولابد من الأخذ، والوزير اتخلى عن حماية الفيل اللي هياخده بتشيك، والمربع الوحيد هو الاي 6 وهيتلقى المات من البي 6. اذا الاسود لا يستطيع اخذ الحصان، ولذلك لعب كوين اي 5 بيحمي الفيل وفي نفس الوقت بيمنع تقدم البيدق، وحاليا الاسود طالب الفيل، وهنا حذاري ان يتراجع بالفيل او يتقدم بيه، فمثلا لو لعب بيشوب دي 7 هتكون نقلة كارثية لان الاسود محضر مفاجأة درجة الصعوبة 8. الاسود هياخد البيدق بتشيك ولا يستطيع الاخذ ببيدق الاف لانه مربوط، ولابد من الاخذ ببيدق الاتش، لكن الوزير هياخد بتشيك، ولابد من ذهاب الملك للاف 1 وكوين اف 2 تشيك ميت، وبالطبع تال لا يقع في مثل هذه الافخاخ. وهنا هنرى اهمية ان يصل برخ الوزير الى الدي 1 لان
لو الرخ موجودة في الاف 1 هيلعب رك اف 1 والرخين في وسط الرقعة، وده بيسهل الموقف كثيرا على تال. تال كمل برك اي 1 طالب الوزير، وهنا جاءت اللحظة الحاسمة، فالاسود يمكنه الفوز بكوين جي 5، والنقلة دي بتفوز في كل التفريعات، فهو طالب الفيل. وربما افضل نقلة للابيض هي الروك دي 1، لو اخد الفيل هياخد فيله الاخر، ولكن هنا الاسود يستطيع الفوز، ولكنه ايضا لابد ان يكون حذرا جدا. فلو اخد البيدة مثلا بالحصان هتكون نقلة كارثية، لان الابيض هينتفض بنايت دي 6 تشيك، ولابد من اخذ الحصان، وهنا هيجي بالوزير بتشيك، وبعد كينج بي 8 روك بي 1 تشيك هتنهي الموقف. اذا لا يستطيع اخذ البيدة بالحصان، ولكنه ايضا لا يستطيع اخذه بالفيل، لانه هياخد الفيل بتشيك، وبعد الاخذ هتجي النايت دي 6 تشيك، كينج بي 8 روك بي 1 تشيك، والملك لو جه في الاي 7 هيتلقى المات بعد كوين دي 7 تشيك، ولابد من التغطية بالفيل وياخده بالتشيك ميت. بينما لو ذهب للسي 7 هيتلقى المات بكوين دي 7 تشيك ميت. اذا ايضا لا يستطيع الاخذ بالفيل، لكن يستطيع الفوز بروك اي 8، والبيدة اصبح في عداد الاموات، والاسود متفوق ماديا ويفوز. لكن السويسري لم يرى هذه النقلة المتألقة، وكمل ببيشوب اي 4، ودلوقتي طالب الفيل. لكن هنا تال اكد فوزه بروك بي 1، طالب يرفع الحصان بتشيك، وفي نفس الوقت الفيل لا يستطيع اخذ الرخ لانه هيترك وزيره، ولذلك الاسود كمل باخذ الفيل. لكن هنا جاءت نقلة الدور التي ربما لم يراها احد في القاعة. هل رأيتها انت؟ انها نقلة مذهلة، درجة الصعوبة 10. تال الساحر القادم من ريجا اخذ الفيل، طالب الوزير وطالب الرخ، والاسود لا يستطيع الاخذ باي منهم، فلو اخذ بالرخ هيخسر بعد نايت دي 4 وبيكشف كش بالملك، وبالطبع الملك لو تراجع هيسقط الحصان بكش ويتلقى المات. بينما لو ذهب للاي 7 ويا للعجب هيتلقى المات في نقلة واحدة بالحصان، ولذلك مجبر على التغطية بالحصان. وهنا هتجي المات العجيبة بكوين سي 6 تشيك، الحصان لا يستطيع الاخذ لانه مربوط، ولابد من ذهاب الملك للاي 7، ودلوقتي الوزير مطلوب، لكن الملك هيتلقى المات بكوين دي 7 تشيك، ولابد من التراجع للبي 8، وهنا النايت سي 6 تشيك ميت. بالطبع الحصان لا يستطيع الاخذ لانه مربوط، ولذلك لا يستطيع الاخذ بالرخ، ولذلك اخذ بالوزير طالب الرخ. لكن هنا تال انهى الموقف بعدة نقلات رائعة، اولهم النايت دي 6 تشيك بشوكة ملكية وبيكشف كش مزدوجة، ولابد من التحرك بالملك، وهنا اخذ الوزير، والاول مرة اصبح متفوق ماديا، والاسود اخذ الحصان. لكن هنا جاءت نقلة عجيبة، كوين دي 1، طالب الكوين دي 5 الرخ والفيل، والاسود ببراءة تراجع بالرخ وبيحمي المربع. لكن هنا تال اثبت انه ليس فقط ساحر، بل هو عم السحرة، بنقلة درجة الصعوبة 10. تال ضحى بالرخ
الباقي. والمرة دي الرخ مجانا، ولابد طبعا من الأخذ، لأن لو تراجع الملك فكوين دي 7 تشيك ميت، ولذلك الأسود أخذ. وبكده ويا للعجب الأسود له 4 قطع، منهم رخين أمام الوزير، لكن الوزير هيفوز ببساطة. فتال هو ملك المعجزات، كوين دي 7 تشيك، والملك لابد أن يتراجع. وهنا رقى وزير بتشيك، ولابد من الأخذ، وأخذ الرخ بتشيك وطالب الحصان، ولابد من كينج بي 7 لحماية الحصان، لكن تال اضطروا للتخلي عنه بكوين دي 7 تشيك، ولابد من الابتعاد، وأخذ الحصان طالب الفيل. وهنا الأسود سلم، فلا جدوى من المقاومة، فكل البيادق هتسقط حالا. مثلا لو نجا بالفيل هيلعب كوين اي 8 تشيك، كينج بي 7، ويفوز بأول بيدق طالب ال3 بيادق مجتمعة. وإذا تراجع وهنا هياخد بيدق السي طالب الكوين ب 3 تشيك ويفوز بالفيل. وإذا الفيل هرب هيلعب كوين جي 8 تشيك ويفوز بالبيادق السوداء، ويصبح له 4 بيادق سالكة ويفوز. ولذلك هنا السويسري سلم، وأنا شخصيا هلكت من التعب. إلى اللقاء. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.